لو عندك كيكه بايته اوعي ترميها. تعالي بقى اقولك ازاي تعملي بيها كاسات تطلع معاكي جميله جدا وفي منتهى الجمال. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، والنتيجه طالعه في الاخر بجد هايله. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. عندي كيكة بايتة زي ما انتوا شايفين كده، فرقتها كويس جدا جدا ونعمتها على قد ما قدرت بين كفوف ايديا. جبت بقى كاسات التقديم القمر بتاعتي دي، حطيت طبقة من الكيكة وطبقة من الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها طبقة من الموز، ممكن تحطي طبقة من الفراولة، اي حاجة انتي عايزة تحطيها في قلب الكاسات بتاعتك القمر دي. شايفين حاجة كده في منتهى الجمال. ابتديت بقى اعمل طبقات كده من الكيكه والكريمه والموز زي ما انتوا شايفين كده، وفي الاخر زينتها بقى بالطريقه السهله البسيطه دي، اقتصاديه جدا، مفيش فيها اي صعوبه ولا اي مشكله. جبت كمان صوص من فوق كده فراوله، ما عندكيش مش هيقولك لا، ممكن تجيبي صوص فراوله، صوص شوكولاته، اي صوص متوفر عندك. وطبعا شرايح كده من الموز زي ما انتوا شايفين، حاجه كده قمر في منتهى الجمال. التزيين ده بتاعك انتي بقى واللي انتي عايزاه حطيه. ضفت بقى صوص اللي هو التوت، عايزه اقولك ان ميكس التوت مع الفراوله جامد جدا في منتهى الجمال بجد. وده بقى كان الفيديو بتاعنا قد ايه سهل وبسيط ومش مكلف خالص خالص. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.